عايز اقول ان في قرارات هتبقى عنيفه جدا في شهر يناير مع النادي الاهلي فيما يخص تحديدا المحترفين. بقالي يومين بتكلم معاكم عن ازمه اسمها المحترفين في النادي الاهلي. محترفين يعني اللعيبه الاجانب، ده اللي اقصده يعني. عشان كل الكلام ده في يناير المفترض ما فيهوش هزار. اجتماعات شغاله بين الكابتن محمود الخطيب وكابتن رمضان وكل المسؤولين في الكوره ان في شهر يناير هيبقى فيه شيل وحط كتير وقوي جدا. يعني تاكد ان باسي تاو ماشي، تاكد ان رضا سليم ماشي، تاكد ان في عدد من اللعيبه ماشيين زي يوسف ايمن ماشي، اعاره مصطفى ابو الخير، عندك كريم ندفد، يعني عندك اعاره المهاجم سمير محمد. الاهلي في يناير هيجيب مهاجم وهيجيب وينج اجنبي وهيجيب لاعب نص ملعب اجنبي. في حاجات ما فيهاش هزار بجانب اللعيبه اللي بيتفق عليها من دلوقتي الكاس العالم للانديه يبقوا معاه بجانب الاجانب. المصريين في كلام مع حمدي فتحي خلص، في كلام مع تريزيجيه يجي الشهر بتاع كاس العالم، في كلام مع محمد عبد المنعم بيجي الشهر بتاع كاس العالم اعارات، شهر واحد من نيس اعاره، التاني من ترابزون سبورت اعاره، في كلام ان يرجع اليو ديانج ويرجع احمد عبد القادر، الاهلي ما يمدش اعارتهم، وكمان محمد شريف يرجع تاني في خط الهجوم. ده فيما يخص المصريين. وفي فكره تانيه ان الاهلي يجيب 3 اجانب وفي كاس العالم يجيب 2 اجانب في كاعاره لمده شهر. نفس الفكره دي. كل الدراسات دي شغاله في النادي الاهلي وهتطبق من يناير اللي جاي. فاي لعيب في النادي الاهلي هيتراجع اداؤه او هيتراجع مستواه الفتره الجايه اعرف ان مفيش هزار. اللي كان بيحصل قبل كده كان هزار، لما يكون عندي لعيب اجنبي استحمله سنه ونص بديله مرتب يبقى ده هزار، واجي اعايني اقول اصل انا مش لا عمله صعبه الحق اصل انا ما اعرفش ايه، والكلام اللي شغال داير في الدنيا ده هزار. والعمله الصعبه تبقى رايحه على لعيبه ما بتلعبش يبقى ده هزار بصراحه يعني. وبيفقد الاهلي بطولاته اقدر للفوز بيها زي كاس التحدي الاخيره قدام باتشوكا ده، وثالث كاس العالم للانديه. سيبك بقى من الدوري هنا وكسب الدوري وكاس مصر وكل الكلام ده سيبك منه، او السوبر المصري يعني اقصد، لكن سيبك منه كل الكلام ده مش موجود. السلام عليكم. بالنسبه لي كمان اضاف ليهم ما اضافش ليهم محمد شبانه ان كهربا رسميا هيمشي في شهر يناير. كهربا احنا في شهر 12 يا جماعه، كهربا تقريبا انتهت علاقته بالنادي الاهلي هو ولاعب كمان مش هنقول اسمه لان هو لاعب بعض الجماهير شايفاه مهم، لكن اداره النادي الاهلي قررت ان هي اللاعب ده مع كهربا هتستغنى عنه. يبقى الاهلي هيحصل فيه غربله كبيره جدا في الفريق في شهر يناير القادم اللي هو الشهر الجاي استعدادا لكاس العالم اول حاجه، وديت خطوه مهمه. لكن يا جماعه بصفه عامه الاهلي اداؤه مش كويس، فاحنا عايزين فريق قوي بغض النظر عن كاس العالم او الدوري. احنا عايزين النادي الاهلي يكون في افضل حالاته، عشان كده فعلا الفريق محتاج غربله قويه جدا جدا. طيب ده بالنسبه لموضوع النادي الاهلي، والكابتن محمود الخطيب حاطط الملف ده تحت عنايته الشخصيه، وفي تحركات كبيره دلوقتي بتتم لتدعيم الفريق وتصفيه وغربله الفريق. طبعا محمد شريف هيضيف كتير للنادي الاهلي، ولكن اتمنى ان مارسيل كولر ما يكملش مع النادي الاهلي. يا ريت مارسيل كولر تقريبا ادى كل حاجه للنادي الاهلي، فاتمنى لو كان في غربله وتصفيه يكون من ضمنها كمان مارسيل كولر، مع احترامنا طبعا لكل وجهات النظر الاخرى. موضوع زيزو بقى يا جماعه غريب جدا جدا. دلوقتي الناس في دماغها بتوع مجلس اداره نادي الزمالك او المشجعين نادي الزمالك ان في دماغهم ان افضل لاعب داخل القاره بتتحسب على الكونفدراليه وكاس السوبر بس، ما بتحسبش على حاجه تانية. لكن يا جماعه انت بتاخد في 2024 افضل لاعب داخل القاره في 2024، فانا بجمع لك كل البطولات اللي انت شاركت فيها في 2024 بما فيها مباريات منتخبك. الحارس بتاع جنوب افريقيا ده ساهم مع فريقه في كاس الامم الافريقيه وصد ركلات جزاء حاسمه جدا.
كمان السوبر او الدوري الافريقي، الدوري الافريقي مش دوري ابطال افريقيا، لا الدوري الافريقي اللي كانت اتعمل، اللي كان فيه سيمبا التنزاني والاهلي كان شارك فيه وصن داونز والناس دي، بس الناس مش فاكره بس ايه الموضوع ده كويس. فكل ده بيتجمع يا جماعه في خلال 2024 بتتجمع كل النقاط دي. وبالتالي لو هنتكلم بقى عن العداله، فبصراحه على البطولات كان الاهلي كان المفروض حسين الشحات خدها. لو هو بتتكلم انت على البطولات، طب ما الاهلي خد دوري ابطال افريقيا وخد ثالث كاس العالم ومتاهل الى كاس العالم ولعب في الانتر كونتيننتال، لو كانت بتتكلم على كده كان حسين الشحات خدها. فلو بتتكلم على التقييم، لكن هم بياخدوا كل البطولات اللي تمت في 2024. وكانت النقطه الوحيده اللي زادت من الحارس ده عن حسين الشحات مش عن زيزو. زيزو صدقوني ما كانت المنافسه بين حسين الشحات وحارس جنوب افريقيا، لكن وحسين الشحات كان عنده نقاط اكتر، بس حسين الشحات جات له كلام ان هو حارس جنوب افريقيا هو اللي هياخده. وكمان حسين الشحات ما كانتش نفسيته مهيئه ان هو يسافر ياخد الجائزه عشان ماتش باتشوكا. ده بالنسبه لجائزه الاتحاد الافريقي. لكن زيزو ما اعرفش ازاي سافر هو وحسين لبيب وهو ما عندوش خبر او ما عندوش تاكيدات ان هو هيفوز بالجائزه. ما فيش مشكله، لكن الغلط كله مش في السفر، الغلط في الكلام اللي كتبه بعد عدم فوزه بالجائزه، ان هو كيف تدار الامور داخل الاتحاد او الكلام ده والكاف. كلام غلط طبعا بيعرضك للعقوبات. وحتى كلام اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك اللي اتكلموا كلام برضه ما يقولوش شخص مسؤول في موقع مسؤوليه داخل نادي. وده طبعا الحقيقه مش غريب يعني على مجالس ادارات نادي الزمالك، يعني الحقيقه يعني كلهم ليسوا مؤهلين لاداره حتى مركز شباب مش نادي بحجم وقيمه نادي الزمالك. فحته انك ما تفوزش عادي يعني ما فيش مشكله. اذكر في سنه من السنوات كان محمد ابو تريكه متالق جدا جدا وما خدش احسن لاعب داخل القاره الافريقيه، خدها مره، وكان في ناس كتير بتقول ان هو يستحق احسن لاعب بصفه عامه، احسن لاعب افريقي، ومع ذلك ما فيش مشكله خالص. وكان ابو تريكه في قمه تالقه، ما حدش طلع شتم ولا قال الامور ومش الامور، ما فيش الكلام ده يا جماعه. خلاص هم ليهم معايير بيختاروا عليها، وانت المعايير ما جاتلكش، مش من مصلحته مثلا، مش اشمعنى ما فيش حاجه اسمها اشمعنى بتاع جنوب افريقيا واشمعنى لا. في قبل كده حارس مرمى مصري محمد الشناوي اخذ الجائزه قبل كده، فمش غريبه ان حارس مرمى ياخد الجائزه. احنا بنتكلم دلوقتي والنقطه الاهم بالنسبه لنا كجمهور النادي الاهلي هو عن النادي الاهلي واستعداداته لخوض مباريات الدوري واستعداداته لكاس العالم للانديه، ودي البطوله الاهم. لعل ان يكون عدم فوز النادي الاهلي في مباراه باتشوكا لعله خير، يعني احنا ما بنقدر دايما ان كل شيء مكتوب بيد الله وكل الامور فيها خير. فيمكن كان مثلا هيقابل ريال مدريد مجهد جامد، يكون المباراه صعبه عليه، يكون مثلا ريال مدريد يفوز بسكور او حاجه مثلا، معلش يعني احنا كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، لكن الاجهاد كان باين على لعيبه النادي الاهلي. كمان في نقطه مهمه، انت كنت الفوز كان هيدارك تقيل على العيوب الموجوده داخل الفريق، كنا هنفرح ونقول الفريق فاز ونهائي بالكاس الانتر كونتيننتال، وكنا مش هندعبس في الدفاتر القديمه، كنا هنسيب الفريق بحالته المترهله. الاهلي بقاله قبل كاس الانتر كونتيننتال بقاله كام ماتش مش كويس، فدلوقتي فرصه عشان نبدا نعالج الاخطاء على نور.